ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بتعملوا ايه؟ حلقه جديده ومقدمه جديده، وخلينا نحط اللوجو. دي المقدمه الجديده بتاعتي. هنا نحط اللوجو عشان نقعد نتكلم براحتنا. فول سكرين. ازيكم ايها الجمهور العزيز. الحلقه دي هتتذاع على قناتي وعلى قناه استاذ عمرو عطيه. هو اخ كريم مقيم في الامارات، فهو كان بعت قال لي عايزين نعمل فيديو سوا كده عن المعيشه في السعوديه والمقارنه بالمعيشه في الامارات. فبصوا الحلقه دي هتبقى جزئين، يعني جزء منها هيبقى عندي وجزء منها هيبقى عنده. نظبط المعدات لان انا لسه بحاول اتعود على المكان بعد الاجازه. فالمهم في شويه نقط كده كتبناها، او هو عمرو يعني اللي كتبها، وحابين نتكلم فيها بالنسبه للناس اللي هي عايزه تسافر، او بالنسبه اللي هي الناس عايزه تيجي السعوديه. انا هتكلم عن الجزء بتاع السعوديه يعني. أول نقطة هو سألني عليها هي سهولة السفر وطريقة القدوم. الموضوع هنا مختلف شوية عن الإمارات وقطر أعتقد. مفيش فيزا سياحة لينا كعرب تقدر تدخل بيها بسهولة إلا إذا كنت أنت معاك شنجن من أوروبا. يعني صعب ان انت تكون مثلا ايه، مش بس مصر، لا في دول عربيه كتير جدا ما ينفعش تدخل السعوديه سياحه. تمام كده، يعني ما بتعرفش تاخد فيزا سياحه او فيزا البحث عن العمل زي مثلا الامارات. او خلينا انا هتكلم عن السعوديه بس، وهو عمرو اللي هيحكي لكم عن الامارات. فالدخول للسعوديه هيكون عن طريق تاشيره او فيزا عمل من شركه او مكتب او مؤسسه، هي اللي هتبعت لك من هنا الى الدولة اللي انت فيها، سواء مصر او كنت في غير مصر. طيب منين بتحصل التأشيرة دي او الفيزا دي؟ يا اما بتكون على تواصل مباشر مع الشركة اللي انت بتتعامل معاها، وده بيكون عن طريق كذا حاجة. ممكن تكون بتتواصل معاهم عن طريق الايميل، وممكن تكون بتتواصل معاهم عن طريق شخص معرفة، يعني اللي هي الكونكشن او الريكومنديشن، او مكاتب السفريات في مصر. لكني يعني حد موجود هنا ما انصحكش في موضوع مكاتب السفريات، او يعني تنقي في كم مكتب كده. يعني مش هذكر اسامي، لكن في مكاتب سمعتها كويسه وفي مكاتب سمعتها وحشه. تقدر طبعا يعني تشوف الريفيوز بتاعتها على الفيسبوك اكتر حاجه، بما اننا احنا بنستخدم فيسبوك. فمكاتب السفريات ممكن توفر، لكن فيها مشكله ان هو بيحط لك عوائق كتير في موضوع الفلوس. هو بياخد منك نسبه لما تيجي تسافر، ودي حاجه يعني مش هتستخبى، او يعني حاجه مش هتدارى، لان هي معروفه بالنسبه لكل الناس يعني. فاللي هي لا، فمكتب السفريات هيساومك على السفر. هو مثلا جايب لك فرصه سفر باكس، هيقول لك ربع اكس او نص اكس او اكس كامل هاخده منك اول شهر او اول سنه. فدي بالنسبه لك انت، ولازم تفكر فيها كويس. ومفيش حاجه اسمها نسافر وخلاص اي فرصه وندفع اللي معانا وبتاع، لا، مش قصه تسافر وخلاص. طبعا انا بنصحكم تعملوا شاي عشان انا بستخدم او هشرب ميه. ليه هشرب ميه؟ لان قدامي وحدتين اضاءه. المفروض ان هما زمان كانوا بيعملوا لي حر كبير جدا، فدلوقتي بقى في جبت مكيف سبليت اخيرا. تخلصت من الجرار اللي كان عندي هنا. كنت شغال تكييف انام من كتر الصوت بتاعه. فالمهم الحلقه دي هتبقى الجزء منها بتاع المقارنه عند عمرو، واللي تعتبر حلقه عاديه من الحلقات بتاعتنا عن تجربه. فطريقه السفر بين الاثنين هي زي ما انا قلت لك، مش هينفع تخش السعوديه بفيزا سياحه، ومش هينفع تدور على شغل وانت بفيزا سياحه، اصلا ممنوع. ولو يعني انت معاك شنجن وتقدر تخش السعوديه ومعاك فيزا سياحه ودورت، وده هيكون كده حبي فريندلي يعني، برضه ما تقدرش تشتغل، ولا هم ينفع يحولوا لك الفيزا دي من فيزا سياحيه الى فيزا عمل. لازم تخرج بره البلد وترجع تاني. طيب لو جيت زياره، لو هي مثلا ممكن تكون الشركات بتعمل حاجه اسهل، تعمل زياره عمل. زياره العمل اخر مده ليها 11 شهر في التجديد يعني. ده كان زمان، ما اعرفش دلوقتي يقدر يجددك قد ايه. هي بتكون اصلا 90 يوم، وبعد كده تجدد 90 تاني، وبعد كده تجدد 90 تالت. يعني كان في كيس قدامي يعني شفتها، اقصى مده قدروا يجددوها له هم 11 شهر. بعد كده لازم يغادر البلاد ويرجع تاني من اول وجديد بفيزا تانية، او بقى لو على حسب هو اوكي تمام معاهم. طولنا في النقطه دي، لكن عشان الناس تفهم يعني ايه، يعني معلومه كويسه.
النقطة التانية متوسط الرواتب كبداية في البلد، سواء شغل بشهادة محاسب ومهندس وخلافه، أو شغل عادي بياع وخدمة عملاء وهكذا. بص، مؤخرا انت صعب، او يعني طريقة المعيشة والفرق في العملة والحاجات دي لازم تراعى لو انت جاي السعودية. انه السعودية فيها يعني هنود وبنجلاديش وباكستانيين كتير، وطبعا هم عندهم فرق العملة بين العملة والريال، يعني قربنا منهم يعني. بس اللي هو يعني صعب بطريقه معيشتهم انت تعرف تعيش. يعني لو انت هتيجي تشتغل مثلا عامل او سواق او مش عارف ايه الحاجات اللي هي ايه تحت دي، اولا طبعا انت حر، انت براحتك، عشان ما تقوليش مش عارف ايه، انت عايز تيجي هنا تقبض 500 ريال تعالى انت حر، لكن مش هتعرف تعيش بالرقم المتدني ده، هو رقم صغير وما يقدرش يكفيك ولا يكفي طريقه معيشتك. يعني على حسبتي يعني كمصري انت مش هتعرف تعيش. لكن هم عادي، يعني هم بيعيشوا تجمعات وتجمعات كبيره. انت ما تفكرش تجمعات دي اللي هم مثلا 2 في اوضه يبقى تجمعات، لا هم متجانسين جدا مع بعض، 5 في اوضه وبتاع مش فيه، وطبعا هم حرين ودي طريقه معيشتهم. انا لا بقول لك ان هي كويسه ولا بقول لك ان هي وحشه، لكن انا بقول لك انت مش هتعرف تعيش بنفس الكيفيه دي. عرفت تعيش يا ابن الحلال تعالى، انا ماليش دعوه، انا بدي لك النصيحه وانت اعمل اللي انت عايزه. فمتوسط الرواتب المفروض ان انت بتتكلم في رينج عشان تعرف تعيش سنجل ما بين 5 أو 10,000. معاك عيلتك بقى ومدارس ورسوم مرافقين وتأمين طبي وتذاكر ومش عارف ايه والحاجات دي، هتطلع فوق شوية. يعني زي الكاميرا كده، ما هي طالعة فوق شوية، أنا نسيت أنزلها لتحت سيكا. فهتطلع فوق شوية عشان تقدر تلبي متطلبات الحياة هنا، من أكل وشرب ونور كهرباء، ميه حلوه، ميه بتاع دوت، ميه استخدام، مدارس لو انت عندك اطفال في مدارس. طبعا الموضوع بيفرق من شخص لشخص وبيفرق من مدينه لمدينه، خد بالك دي نقطه مهمه جدا. الرياض تعتبر ممكن هي وجده ومكه، يعني ممكن نفس الليفل، او ممكن مكه اغلى من الرياض في المعيشه، لان بتعتمد على يعني موضوع الحرم والناس الصغار الكتير وبتاع مش عارف ايه. انا كنت قعدت فتره هناك في مكه، الحاجات هناك اغلى، يعني الخضار والحاجات هناك اغلى من الرياض. ما اعرفش المدينه، ما رحتش المدينه. جده، لو رحت جده اكنك في مصر في الناس والتعامل هناك. فمتوسط الراتب زي ما انا بقول لك، لو معاك اطفال غير لو معاك كبار وفي مدارس. ولو انت هتختار ايا كان الشكل بتاع المدارس، انت عندك مدارس ما اعرفش بصراحه حاليا المدارس الحكوميه بتقبل الاجانب ولا لا. كان زمان كده هعرف، بس ما اعرفش في الوقت الحالي ولا لا. وغالبيه المصريين بيختاروا ان هم يودوا مدارس اللي هي مسار المصري عشان يكون موائم للمنهج المصري والحاجات دي. فلو وديت مدرسه في مسار مصري اسعارها رهيبه للمرحله الواحده، في السنه الواحده رقم فظيع. طبعا مش هقول ارقام عشان ماليش دعوه مدارس، ماليش دعوه، لكن رقم يعني خزعبلي بجد. يعني انا شايف ان هو رقم ضخم جدا على انه يدفع في طفل في ثالثه ابتدائي. طبعا المدارس هم حرين، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. المدارس اللي بعد كده لو انت هتختار مسار مصري وتعلم ابنك في البيت، انت بتخسر حاجات تانية، بتخسر كوميونتي والحضور والانصراف والصحيان بدري والالتزام واليونيفورم والباص والصحاب، الحاجات دي. فلو هتعلمه في البيت هتخسر الموضوع دوت. ولو هتعلمه في البيت، سعر المسار المصري في السفاره بقى، او سعر الالتحاق بالسفاره بقى غالي، ما بقاش رخيص. انا كنت زمان مدخل عيالي في السفاره وكنت بوديهم مدرسه برضه، لكن السعر ما كانش زي دلوقتي. اعتقد زمان دي اللي هي من 3 4 سنين، يعني مش كتير، او من 5 سنين تقريبا. الرقم ده اتضرب في 4 دلوقتي. تخيل بقى، اي رقم يجي في بالك اضربه في 4 عشان تسجله في منهج مصري. فعشان ما نبعدش عن المتوسط الرواتب، زي ما انا بقول لك، تحت ال 3000 هتبقى مخنوق جدا، لانك عندك التزامات كتير، ايجار وميه نور كهرباء انترنت تليفون، مواصلات. مؤخرا في الرياض خلاف المدن التانية، في الرياض وفي مكة الباصات العامة اللي هو النقل الجماعي بقى متوفر. ودلوقتي قررنا ان احنا يكون الباصات تقريبا بتاعت الرياض تقريبا كلها شغاله. لكن حاليا حافلات الرياض دي ممكن ابقى اعمل عنها حلقه، بقت موجوده في اماكن كتير. والمترو المفروض ان هو هيكفر الجاب اللي ما بين الاتوبيسات او بين الاماكن اللي هي ما بتغطيهاش الاتوبيسات. متوسط تكلفه المعيشه لشخص اعزب
وهيسكن سكن مشترك. شوف السكن المشترك اعتقد بالنسبه لي او بالنسبه لغالبيه الناس المصريين حتى اللي انا شفتهم ويشتغلوا الشغلانات البسيطه اللي هي عامل سواق مش عارف ايه بتاع، ما قابلتش حد بيتقبل اكتر من 2 في اوضه، او ان هو يعيش في اوضه لوحده. يعني غالبيه الناس اللي انا قابلتهم صراحه بيتحرك في النطاق ده. فعشان تقعد في اوضه لوحدك مع مؤخرا بقالنا مثلا سنه الايجارات في الرياض ارتفعت بشكل كبير. يعني غالبيه، لا مش غالبيه، كل العماير غلت ورقم. يعني ما طلعتش 1000 2000 3، لا طلعت فوق ال 3000 على العين الواحده، العين اللي هي الشقه. يعني كل المناطق مفيش اي استثناء اعتقد. ولو كمان سرحت ناحيه شمال الرياض الرقم ده بقى اكبر بكتير جدا. يعني اعرف في ناس تخطت ال 7000 وال 10000 في العين الواحده. هو بيقول لك الموضوع عرض وطلب، عايز تقعد اقعد، مش عايز تقعد توكل على الله. فده الوضع الحالي في الرياض. فعشان تسكن اقل شيء هتتكلم فيه 500 ريال. عشان تاكل اكل من البيت اقل شيء اعتقد ممكن فطار وغدا وعشاء، خد بالك، اعتقد 50 ريال اقل حاجه. لو وجبه فطار تحت ال 10 ريال او 10 ريال، وجبه غدا ما بين 20 ريال و30 ريال، وجبه عشاء قول 20 ريال تاني، فبتتكلم في 50 ريال. مكوناتها ايه بقى؟ ده موضوعك انت. يعني اكيد احنا بالنسبه لنا الفطار بنحبذ الفول والطعميه وبتاع مش عارف ايه وكلام من ده. لكن عايز اقول لك برضو حتى سندوتشات الفول والطعميه، انا يعني من كام يوم كده رحت جبت سندوتشين فول وطعميه 15 ريال. فطبعا ده مش في كل المطاعم. وخد بالك انه احمد عزت، انا زعلان منك احمد عزت، كان قال لكم في مره ان هو سندوتش فول موجود هنا في اي حته بريالين. سندوتش فول هنا بريالين في مكان واحد بس في جنوب الرياض، بس محل واحد او محلين. فلو احمد انت عندك محلات تانية بحط اللوكيشن بتاعها في البتاع دوت في تحت الفيديو. يعني لا بصوا، يعني سندوتش فول مش هتلاقيه بريالين في اماكن كتير قوي. هو موجود في مكانين 3. اشهر محل فول موجود في مصر وموجود هنا في السعوديه، السندوتش فيه ب4 ريال الفول او الطعميه. سندوتش بطاطس لا، سندوتش مش عارف ايه حاجه تانية لا. بتتكلم في 50 ريال في 30 يوم، 3 في 5 ب 1500 ريال زائد 500 ريال سكن. فين بقيه الاكل والشرب والحاجات؟ فالموضوع صعب يعني. فالمهم عشان ما تتصدمش تقدر يعني تقدر توفر، بس هتصل على نفسك وانت مغترب، وممكن تتقبل حاجه واحد تاني ما يتقبلهاش. يعني ده براحتك. الجو بتاع في ناس ممكن تقول لك اكل لحمه مره واحده في الشهر، فراخ مره واحده في الشهر، ده موضوعك وده امر يرجع لك. لكن في اللي ممكن يقول لي انا عايش ب 500 ريال، انت صح. في واحد يقول لي انا عايش ب 10000 ريال، انت صح. انتوا الاثنين حرين. الستايل بتاعك غير الستايل بتاعه، طريقه معيشتك غير طريقه معيشته. مش عايزين نخش في تفاصيل لان الحته دي محرجه قوي، فما بحبش اتكلم فيها بصراحه. فتتكلم في المينيمم لازم يكون 2000 ريال فما فوق عشان بس تعيش. لسه ما دخلناش في الادخار. هل البحث عن وظيفه سهل؟ وهل اللغه امر اساسي؟ اللغه هنا في غالبيه الوظائف لا، هي مش امر اساسي، لانه في الاخر انت يعني تعاملك مع الناس اللي هتكون بتتكلم باللغه الانجليزيه ممكن ما يكونش كبير. ولو كبير وظيفتك كده كده هتكون مرتاحه وراتبك كويس، وانت لازم تكون بتعرف تتكلم انجليزي كويس سواء في القرايه او الكتابه او الكلام. يعني اللغه الاساسيه هنا بين غالبيه الناس، او يعني بيننا وبين الجنسيات الشرق اسيويه، هي البيجين. والبيجين هي اللغه اللي هي صديق انت ما في جرجر كتير، سوي انت سندويشه ركب زيات طحينه. دي اللغه اللي دارجه ما بين غالبيه الناس هنا. لكن لا، الاستخدام الاكبر للغه العربيه. البحث عن وظيفه بره السعوديه الاونلاين، انت قدامك لينكدين او مواقع الشركات او ممكن مواقع التوظيف، وبشكل اساسي مكتب السفريات او مكاتب السفريات. لكن ان انت تبحث عن وظيفه تدخل هنا فيزا سياحه تدور، لا ده مش متاح، ده مش موجود. رقم 5، انت ايه رايك اقل راتب لو شخص عازب هيجي ويعيش يمشي الدنيا؟ ايه اقل راتب ينفع يبقى كويس؟ زي ما انا قلت تحت ال 2000 ريال تعيش فقط، ما تعملش اي حاجه تاني. وتحت ال 2000 ريال هتكون بتشتغل شغلانه ما فيهاش اي تطوير مع الوقت. يعني تشتغل ايه مش عارف، يعني تشتغل سواق مش هتتطور مع الوقت. يعني ايه يعني تفضل سواق على طول،
فاهم؟ يعني مش زي مثلا بقيه الشغلانات التانية بيكون في برامج تاني بتأهلك، او برامج مهاريه. مثلا لو انت بتشتغل في قطاع الهندسه مثلا عندك BMB MBA BMO BMI، يعني عندك مجموعه من الشهادات كل ما تلتحق بيها او يعني كل ما تحصلها ممكن يكون في امر ان انت تنجوشيت مع الشركه ان انت راتبك يزيد. انما انت سواء يعني الدنيا بالنسبه لك مش عارف. مش عايز اكون كلامي صادم لانه ده الواقع، وانت براحتك لو يعني عايز تصدق الواقع اوكي، عايز تصدم عايز تديسلايك الفيديو انت يعني براحتك. يعني انا بحكي عن تجربه زي ما انا قلت في الاول. اهم ثلاث نصايح لشخص جاي جديد. اسمع الفيديو، دي اول نصيحه. يعني خد بالك جدا من العروض الوهميه، وخد بالك من الخيال بتاع نضرب الجنيه في الريال. انا عارف ان احنا في الوقت الحالي الدنيا عندنا في مصر ما بقتش افضل حاجه في موضوع العمله وكلام من ده وبتاع، لكن صدقني والله العظيم احنا عندنا الناس اللي موجوده هنا عندنا التزامات في مصر فبندفعها بالجنيه. اللي انت يعني الريال بتضربه في الجنيه فبيطلع لك الرقم ده. مثال بسيط جدا جدا، يعني انا كنت شاري غساله في مصر ب 5000 ريال 5000 جنيه النهارده، ومش بعد فتره كبيره، احنا بنتكلم في يعني في مده قصيره جدا. النهارده الغساله دي بقت ب 17000 جنيه. فما تفكرش الموضوع ان العمله، يعني انت في الاخر انت جوه البلد هنا لازم هتاكل وتشرب هنا بالريال مش بالجنيه. وانت قاعد في مصر او انت قاعد في اي دوله تانية من الدول اللي هي الموضوع العمله فيها ممكن يكون يعني كبير اسمها ايه، مقارنه بعمله السعوديه بالريال السعودي الموضوع مختلف جدا جدا جدا. انت مش هتحوش بالجنيه يعني، او مش هتصرف بالجنيه، انت هتصرف بالريال. يعني ما تقولش انا هقبض 8000 جنيه مصري، لا انت هتقبض 1000 ريال بسعر البنك. لسه السودا احنا ما نعرفش السودا كام، فسعر البنك الرسمي اللي هو 8 جنيه تقريبا، 8 جنيه 9 قروش حاجه كده يعني. فانت مش هتقبض 8000 جنيه، انت هتقبض 1000 ريال وهتصرف هنا بالريال. فما تضربش العمله في عمله بلدك عشان انت هتصرف هنا بالعمله. فخد بالك من العروض الوهميه في شغل، في فرص ممكن. خد بالك ان في كم ضخم جدا من، مش كم ضخم، كم كبير من الوظائف تم توطينها او تم سعودتها. فانا يعني بتفاجئ ان في واحد بيقول لي انا جاي على وظيفه موظف استقبال في فندق. ازاي يعني ازاي طلعت لك الفيزا وازاي هتيجي موظف استقبال فندق وظيفه متسعوده 100%؟ الفرق بين التوطين والسعوده ان السعوده الوظيفه دي سعوديه بالكامل، التوطين نسبة من الوظيفة دي متوطنة. فلازم يكون وجودك داخل الدولة وجود نظامي عشان ما تحطش نفسك في مشاكل مع الدولة أو مع المؤسسة أو مع تخليص إجراءات ورقك وهكذا. في حاجات كتيرة جدا ممكن تكون نصايح بالنسبة لكل تخصص. يعني بالنسبة لتخصص الهندسة في كلام كتير جدا، فده ممكن نبقى نناقشه على قناتي التانية. شكرا لكم وشكرا لعمرو على استضافته لي على القناة عنده، وآسف لو كنت طولت عليكم. وإن شاء الله تكون إجاباتي مش صادمة، تكون واقعية عشان الناس يعني يكون بنصحهم نصيحة فعلا لوجه الله والكلام يفيدك. كان معكم محمد سمير من قناتي ومن قناة عمرو عطية على برنامجي بودكاست عن تجربة في السعودية. وعند عمرو إن شاء الله يكون المحتوى يعجبكم. هتلاقوا اللينكات بتاعتي واللينكات بتاعت عمرو تحت الفيديو دوت ان شاء الله. شكرا لكم، سلام.